بما ان المنتج ده طلع عندي في القناة وانا وريته لكم في فيديوهات المشتريات قبل كده، فكان لازم ان انا اطلع واقول لك اوعي تجيبيه، اوعي تجيبيه، اوعي تجيبيه. الكاكاو ده انا جبته من فترة، هي الماركة بتاعته اسمها ماجيك. ماجيك دي طبعا بتاعة الصوصات والكلام ده. فاللي هو الله، انا جبته شكل العبوة حلو والكلام ده. فاللي هو حرفيا انا اتخدعت فيه. في واحدة قالت لي اول لما جبته ان هو مش حلو. انا اللي هو ماشي هنجرب برضو، انا يعني ممكن تختلف الاذواق. هي فعلا كانت صادقه. انا مؤخرا بقيت بحب اشرب الكاكاو حرفيا من غير لبن، بيبقى ليه طعم كده مميز جدا جدا جدا. ازاي انا معرفش. فاللي هو بقى ايه، بما ان الكاكاو بتاعت مش عارفه اسمها ايه، الشام حاجه زي كده، خلصت من عندي، فقلت اعمل من دي. فعملت. اللي هو ايه ده، انا الحمد لله ان انا عملت. ليه؟ علشان انا كنت ناوية اعمل كيكة الهوهوز. فتخيلوا بقى انا لو كنت عملته بالكاكاو ده. الكاكاو ده حرفيا 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 طعمه عامل زي اكنك جايبة بتنجانة وشويها على النار، وعاملة الشوي بتاعها او الحرقان بتاعها عصير. الريحة والطعم بالظبط كده، حاجة محروقة وحاجة طعمها شبه البتنجان، شبه البتنجان المشوي، شبه قشر البتنجان المشوي حرفيا. قسما بالله هو ده الطعم، هو ده الطعم، هو ده الطعم. تخيلوا بقى انا بقى لو كنت كلفت كيكه زي كده زي اللي هي الهوز دي، بتاخد طبعا مش عارفه ايه لبن وبتاخد سكر والكلام ده، ومع الكارثه دي، مع الطعم ده، انا حرفيا كنت هبقى زعلانه ان انا بعد لما كلفت هرمي اللي انا عملته ده، لانها فعلا ما كانتش هتتاكل. ما كانتش هتتاكل. ده انا يا دوبك دقت كده بالمعلقه، انا قلت ايه القرف ده. اول لما دقت قلت خي القرف ده، ايه ده، انا بشرب حاجه محروقه حرفيا. فيا ريت محدش يجيبه.